الشيخ محمد الموسوي يفتري على الشيخ ابن باز. لا فهو إذا تقول لي رجب البرسي أنا أقول لك ابن باز يقول هذه شيء فتوى. اسمح لي شوف نموذج على عدم صلاحية. كل ساعة يذكر فتوى. لا اسمح لي. لا خلينا أنت بالذات. أنت هل تعتقد بأن الأرض مسطحة أم كروية؟ أنا إيش دخل هذا أسألك سؤال أجبني. كروية. أنت بحكم هذه الفتوى كافر. هذه فتوى موجودة يا أخوتي شوفوها. هذه الفتوى تقول بسم الله الرحمن الرحيم. لا خلينا بعد شوية. القول بدوران الأرض قول باطل والاعتقاد بصحته مخرج من الملة. يعني كل من يقول هذا فتوى من؟ عبد العزيز بن باز. طيب رحمه الله. إذن الأقوال الشاذة لا يحتج بها. طيب لحظة بس. أنا لا أقول أن كل السنة نعوذ بالله أقول لك أن يكفرون من يقول أن الأرض كروية. هذه أقوال شاذة. أنت ما تجيب لي رجل البرسي لا تجيب لي الشواذ. أنت اسألني عن رأي جمهور العلماء. وأدع الكلام عن كثير من الجزئيات التي أثيرت مع أن الدكتور محمد الموسوي بتر كلام شيخنا عليه رحمة الله تعالى رحمة واسعة الشيخ عبد العزيز بن باز في قضية دوران الأرض ودوران الشمس. الشيخ جعل المسألة في من يجعل الشمس ثابتة لا تدور والأرض هي التي تدور. ليست فتوى فقط عن الأرض على كل حال. وهذا من نسبه؟ ما نسبه إلى ابن باز أنه يكفر من يقول الأرض تدور. بالليك تكذيب ابن باز لهذا الكلام. تكذيب. ويقول نبأ من السعودية. هذا كلام الشيخ. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. الشيخ بن باز يقول تكذيب ونقد لبعض ما نشرته مجلة مصرية عن يقول عن أنه هو أهدر دم من يقول إن الأرض كروية. والشيخ بن باز قصدك أنه هو نفى هذا الكلام. كذب هذا الكلام. مش أهدر دم. احنا ما قلنا أهدر دم. أنه قال هذا الكلام. أيوة. ولا قال هذا الكلام. وجوابي عن ذلك يقول سبحانك هذا بهتان عظيم. لقد نشر المقال الذي أشار إليه الكاتب في جميع الصحف المحلية واطلع عليه القراء في الداخل والخارج وليس فيه ذكر كروية الأرض بنفي ولا إثبات فضلا عن إهتار دم من قال بها. وقد وقع فيما نقلته في المقال من كلام العلامة ابن القيم رحمه الله ما يدل على إثبات كروية الأرض. فكيف جاز لفلان أو من نقل إليه هذا النبأ أن يقدم على هذا البهتان الصريح وينسبه إلى مقال قد نشر في العالم وقرأه الناس. سبحان الله ما أعظم جرأة هذا المفتري. ولكن ليس بغريب أن يصدر مثل هذا الافتراء عن أنصار الإلحاد والمذاهب الهدامة. وإنما يقول إنما أهدرت في المقال دم من قال إن الشمس ثابتة لا جارية بعد استتابته وما ذلك إلا لأن إنكار جري الشمس تكذيب لله سبحانه وتعالى وتكذيب لكتابه العظيم وتكذيب لرسوله الكريم. وقد علم بالضرورة من دين الإسلام وبالأدلة القطعية وبإجماع أهل العلم أن من كذب الله أو رسوله أو كتابه فهو كافر حلال الدم والمال ويستتاب فإن تاب وإلا قتل. أظن يشير إلى قوله تعالى والشمس تجري لمستقر لها. ذلك تقدير العزيز العليم. أن الأرض كروية كافر. القضية تختلف لأنه. طيب المهم هذه هو يقول ما قلت. هو يقول ما تكلمت عن هو يقول ما تكلمت عن الإنترنت عن ذكر كروية الأرض. ما قال كروية الأرض. لم هذه قضية مختلفة. لا ما اقرأها المختلفة. اقرأ المختلفة. لم نقرأ المقال وهذا قضية. هو قال أنا لم أتحدث في كروية الأرض بنفسي ولا لم يهدر دم أحد. لا لم يتحدث عن كروية الأرض. ارجع للمقال. قال وليس فيه ذكر كروية الأرض بنفي ولا إثبات. في المقال. وين المقال؟ على كل حال. طيب هذا كتابه. ذكرنا أمرين للشيخ الروحاني والشيخ بن باز. أعزائي المشاهدين الآن حبل طوال في الحلقة مباشرة.